السلام عليكم. يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده سوري ان انا اتاخرت عليكم فيه. طبعا يا جماعه انا كنت قايله لكم ان هو هينزل من يوم السبت، لكن حصل ظروف كده معرفتش ان انا اصوره لامبارح خالص خالص. يعني انا كنت المفروض ان انا اصوره امبارح وامنتجه امبارح برضو وانزله امبارح يعني التلاتة، لكن حصل عندي ظروف كده فانا بعتذر لكم فمعرفتش ان انا اصور امبارح خالص. فالنهارده قلت هصوره لكم وهحاول ان انا اخش في الموضوع على طول. لكن طبعا قبل ما نخش الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك، لان يا جماعه تخيلوا ان مثلا لو في 100 مشاهده فبيكونوا عباره عن 3 لايك. ده مثلا تقريب البسيط اللي هو بيحصل عندنا. لو مثلا جاب 1000 مشاهده فبيبقى 100 لايك. فاي حد يا جماعه يخش يشوف الفيديو فضلا وليس امرا ان هو يحط اللايك على الفيديو علشان ده بيساعدني جدا. وكمان تحطوا اشتراك في القناه علشان يا جماعه بجد عاوزين نوصل ل 3000 بسرعه، علشان انا عاوزه اعمل لكم مفاجاه حلوه جدا. وطبعا يا جماعه احنا عاوزين نوصل مثلا قبل ما الشهر ده يخلص، فلو عرفتوا انكم تعملوها فيبقى بجد شابوه عليكم وهتبقوا انكم شفتوا المفاجاه بدري. وكمان عاوزاكم تكتبوا الكومنتس بتاعتكم الحلوه، وتكتبوا لي كمان انتوا عاوزين ايه الفيديو الجاي. انا اصلا مجهزه لكم روتين يوم الجمعه وروتين جامد جدا جدا جدا. فاشتركوا في القناه عشان الفيديو يوصل لكم على طول، وكمان تتفاعلوا معايا، بنزل دايما تصويتات وكده عشان تتفاعلوا معايا فيها على طول وتخشوا تصوتوا. لان انا كنت امبارح منزله قلت لكم عاوزين دراسات ولا علوم ولا كده، فكنت هعمل اصلا تاريخ قصدي جغرافيا. فاول ما انتوا قلتوا لي ان انتوا عاوزين علوم فعملت على طول. فالتصويت ده بيساعد ان هو يقرب العلاقه بيني وبينكم. فمن غير مقدمات كتير ومن غير رغي يلا بينا نخش نشوف الموضوع، وتكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم في الفيديو. فيلا نشوف الفيديو. طبعا يا جماعه اول حاجه انتوا بتجيبوا كشكول الماده بتاعتكم، الماده اللي انتوا هتلخصوها علوم هاتوا لها كشكول لوحدها ودراسات وكده، علشان كل حاجه كده تحسوا ان هي مختلفه عن التانية. فانا لما تمسكوا لكل ماده كده كشكول معين، ده بيساعد جدا ان انتوا تتحفزوا وانكم تقوموا تشتغلوا في الكشكول. فاول حاجه معانا النهارده وهي العلوم، وهناخد على الدرس الاول وفيها بجد حاجات مهمه جدا. فيلا بينا. اول حاجه عندنا الشكل ده، عندنا مثلا عن الحركة. فالملخص اللي بتاعنا اهم حاجة يا جماعة انكم تبقوا فاهمين فايدة الملخص. اول حاجة هو اختصار بسيط جدا للي في الدرس. تاني حاجة هو بيكون في ضوء فهمكم للدرس، يعني بعد ما انتوا بتذاكروا بترجعوا انكم تشوفوه. فبيغنيكم لو انتوا مثلا في المراجعة وكده بتشوفوا المهم بتاعكم بس، والاسئلة المهمة والاسئلة اللي انتوا بتتلخبطوا فيها. ورابع حاجة واهم حاجة انكم لما تكتبوا ده بيساعد جدا ان المعلومات تثبت في دماغكم وما تقدروش انكم تنسوها خالص خالص خالص. تمام تمام. فده باختصار شديد كده. الناس اللي بتقولي ليه بتلخصي والحاجات مش مهمه وكده، لا لازم ان احنا نلخص. فهيكون اختصار، مش هننقل اللي في الكتاب تيبيكال، لا هيكون اختصار اللي في الدرس. تمام تمام. يعني مثلا انا اول حاجه مهمه في الدرس كانت على الحركه، وهيتكلم بقى عن السكون، هيتكلم عن حاله الحركه، حطينا امثله ليها وحطينا علل ليها. مش لازم نكتب هنا مثلا مثال، مش لازم نكتب هنا علل، لا بيكون اختصار. يعني انا ببقى فاهمه انا كاتبه ايه. حاله سكون فوقها على طول زي الحاجز، حاله الحركه زي اللاعب مثلا، وتحتها على طول علل. مش لازم نكتب علل، لا هنكتب على طول الاجابه. وطبعا يا جماعه العناوين الرئيسيه للدرس بنكون عاملينها بلون مميز. يعني هنا مثلا العنوان الرئيسي انا عاملاه بلون البينك. بعد كده عندك مثلا تعريف الحركه عندنا هنكتبها، انواع الحركه اكيد مهمه هنكتبها. بعد كده دي بالنسبه للتلخيص اول صفحه في الدرس، شايفين يعني ملخص جدا مهم جدا. بعد كده على طول دخل على امثله الحركه في اتجاه واحد والكلام ده كله، فهو لحد هنا يعتبر. بعد كده وتاني طبعا حاجه مهمه كانت موجوده عندنا في الدرس وهي السرعه. طبعا يا جماعه تبداوا انكم تكتبوا عندها حاجات مهمه جدا. وطبعا اهم حته في الدرس والحته دي اللي هي وصفها يعتمد على عاملين اساسيين هما المسافه والزمن. برضو بما انها حاجه مهمه فانا عملتها برضو بلون برتقاني سوري اخضر. وكتبت التعريف بتاعها، وكتبت كمان زي ما انتوا شايفين كده الحاجات اللي انا بتلخبط فيها جدا، المسافه من المظلاب كده والزمن وكده وكده. فدي اول صفحه، اللي عاوز ياخدها سكرين اللي عاوز يذاكر منها as you like اهي، عشان الناس اللي بتقولي ان هي محتاجه الصفحه دي. فتمام دي اول حاجه. تاني حاجه بقى عندنا ده بالنسبه لملخص الدرس. ده بالنسبه لي انا، كل واحد بقى يكتب الملخص اللي بيليق له، الملخص اللي بيفهم منه، الملخص اللي هيفهم منه بعد كده. يعني مش لازم تكتبه زي بالظبط، انا بديكوا بس مثال.
عندكم مثلا الاسئله اللي انا بتلخبط فيها او الاسئله المهمه برضو كتبتها لوحدها، فكتبت الحاجات المهمه جدا: متى تتساوى السرعه مع المسافه. وعندنا بقى علل الحاجات المهمه جدا. الاربع اسئله دول حسيتهم مهمين والمس قايله لنا عليهم فنقلتهم. وطبعا اهم حاجه يا جماعه في الدرس انكم تعرفوا، مهمه جدا انكم تعرفوا الفرق ما بين الحاجات اللي متلخبطين فيها. يعني انا كنت في الاول بتلخبط ما بين السرعه المنتظمه والسرعه الغير منتظمه، فلازم تكتبوا الحاجات اللي هي بتبقى شبه بعضها، تعملوا جدول كده مخصص. فده باختصار الجدول اللي انا كنت عاملاه. مش لازم يعني تعملوا جدول شكل جدول، لا، زي ما انتوا حابين. فانا كتبت الحاجات برضو المهمه. وطبعا السؤال المهم جدا جدا كان مكتوب هامش في الكتاب، لكن انا كتبته حسيت ان هو مهم. وطبعا الاسئله ده باختصار شديد. بعد صفحه ال الدرس، شرح الدرس لنفسكم هتلخصوه هنا، قصدي هتلخصوا الاسئله المهمه بس هنا. تمام، فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا، فكره انكم تستنبطوا الاسئله المهمه. وبالنسبه بقى للصفحه اللي بعد كده كده عندنا اللي هي الحته بتاعت انواع السرعه. كان عندنا كلمه واحده اللي هي السرعه، عندنا منها شايفين 5 كلمه: سرعه منتظمه، سرعه غير منتظمه، سرعه متوسطه، سرعه فعليه، سرعه نسبيه. فكانت السرعه الواحده عليها حاجات كتير جدا، فطبعا الكلمه الواحده لما يبقى عليها حاجات كتير بالشكل ده لازم ان احنا ناخد الحاجات المهمه وما نتلخبطش فيها. فبدات ان انا اكتب تعريف كل سرعه منهم، برضو بمجهودي انا وبفهمي انا. يعني مثلا انت لو جيتي على سرعه نسبيه في كتاب مش هتلاقيها بالشكل ده، لا، انا كتبت من خلال فهمي بس. ده كان اللي انا كنت حابه اكتبه من ناحيه السرعه المنتظمه وكده وبس. فعشان اي حد يا جماعه يقول لي ده مش مكتوبه كده في كتاب، لا، انا بكتبها من خلال فهمي للدرس وبس. ده لو برضو عايز ياخدها سكرين. وده كان فيديو النهارده، ويا ريت اي حد استفاد من الفيديو ما يبخلش عليا بلايك جميل شبهكم وباشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الروتينات الجايه. وهحط لكم كمان الفيديو في الديسكريبشن بوكس اللي انا كنت ملخصه فيه التاريخ. وكمان يا جماعه اكتبوا لي في الكومنتس عاوزين الفيديو ايه المره الجايه. وكمان اكتبوا لي ايه رايكم في الفيديو. طبعا طلبات كتير جدا، لكن اللي بيحبوني بس هم اللي يعملوا الحاجات دي. وما تنسوش كمان تضغطوا لايك على الفيديو، واللي استفاد مني يا ريت يشير الفيديو مع اصحابه. وبحبكم في الله، وباي باي.